الفكر الزملكاوي صعب، موضوع صعب جدًا. أنا من اللي أنا شُفته السنة دي عذرتهم، والله معذورين، لإن إحنا عملنا كل حاجة بنشوفها هناك عملناها عندنا. فأنا قلبي معاهم فعلًا في المُطلق، إنما السنة دي أنا قلبي معايا. أنا عايز حد أصعب عليه يعني. المهم ما أطوّلش عليك وأطوّل وأجيب وأعِد وأزيد من الأول. إحنا هنلعب بُكرة أو النهارده عشان الساعة عدِّت 12:00، فإحنا هنلعب النهارده في الدوري بعد ما طلعنا من كاس أفريقيا. يعني الحمد لله ربّك كريم، قعدنا شوية على ما الأمور هدت، الجمهور هدا شوية. هنبتدي بقى الماتشات الفاصلة في الدوري 6 ماتشات. بس أنا عندي سؤال، سؤال والله وجيه جدًا. أنا وأنت ورئيس النادي ولجنة الكورة والعمال بتوع الفرقة بتوع غرفة الملابس وفراش اللي واقف على البوابة والسواق اللي بيسوق له العربية، كل دول عارفين إن ياس توروب ده ماشي بعد 6 ماتشات. فده هيشتغل إزاي؟ لأ بأمانة. تخيل أنت لو شغال في مكان وأنت عارف اللي أنت بعد شهر ماشي، هيبقى ليك نِفْس تشتغل والّا تروح؟ والّا يبقى ليك نِفْس تعمل أي حاجة؟ ده أنت ممكن ما أنت كده ماشي. فأنا ممكن لو في حاجة حلوة أبوّظها. يعني في أحسن الأحوال هاشتغل من غير نِفْس، في أحسن الأحوال يعني. أنا مش عارف الكابتن يستروب هو أصلًا كده سبّاك من غير أي حاجة. يعني هو في الظروف العادية ما لوش فيها، ما بالك بقى وهو عارف إن هو ماشي هيعمل فينا إيه. هو كده أبيض على الأبيض. فإحنا إيه بقى، هنتعامل مع الموقف ده إزاي؟ والله سؤال وجيه جدًا محيّرني، دي حاجة. تاني حاجة، بالمستوى المُزري اللي أنا يعني أأدب لفظ ممكن أستخدمه، المستوى الوضيع اللي قدّمناه طوال هذا الموسم. هل ممكن يحصل صحوة من الإخوة الأعزاء لعيبة الأهلي في 6 ماتشات؟ أنا أشُك، يعني عايزة معجزة من السما. يعني أنت الأهلي لو كسب ال6 ماتشات خد الدوري. بس أنت عايز بس على فكرة عشان تبقى حضرتك عارف إن ال6 ماتشات دول من ضمنهم ماتش الزمالك اللي هو يعني في صحوة غريبة جدًا ضد الطبيعة، ضد الطبيعة الزملكاوية أصلًا. امبارح كسبوا المصري 4، ودي حاجة بالنسبة لي غريبة جدًا، اللي الزمالك فيه دلوقتي مش طبيعة الزمالك أصلًا. فأنت هتلاعب الزمالك وهتلاعب بيراميدز اللي هو حاله مش أحسن من حالك كتير. أنتم الاتنين على الله حكايتكم السنة دي، وهو مطلوب منه إن قدامه الدوري والكاس، أنت قدامك الدوري بس.